أيام من BBC. أهلا بكم مستمعينا. مع بداية كل عام تحتفل BBC في عيد ميلادها، وتحديدا في 3 من كانون 2 يناير. في هذا العام يحمل العيد ما يميزه، فهو يحمل 80 عاما من الجهد المتواصل. وفي هذه المناسبة سنخصص سلسلة من الحلقات نؤرخ فيها معا المسيرة الإعلامية للBBC العربية، وكيف تعاملت مع الأحداث السياسية والفنية والثقافية. ونبدأ اليوم بالملف السياسي، فمن تابع إنتاج BBC منذ ميلادها في عام 1938 يدرك أن الإذاعة لم تكن وليدا طيعا، فقد خطت خطواتها الأولى بثبات ووضوح رؤية، ولم تقبل أن تكون بوقا إعلاميا أو منبرا إعلانيا، وتجاوزت ما خطط لها عند التفكير في إنشائها باستقلال ذاتي عن كل الأهواء السياسية. وحاول العاملون فيها أداء الرسالة بحياد يصون مبادئ المهنة. المشوار لم يكن بدون عثرات. هنا لندن. سيداتي وسادتي، إنه لا يسرنا أن نخاطب المستمعين في الشرق الأدنى بلسانهم العربي الفصيح، وما نحسب إذاعتنا الإنجليزية بغريبة عن أسماع الكثيرين منكم. وستكون الإذاعة على موجة طولها 31.3 مترا، أي بذبذبة قياسها 9.58 ميجا سايكل في الثانية. وستستعمل لذلك الموجة القصيرة، وحضراتكم تعرفون بلا ريب أنه من الضروري لنا استعمال الموجات القصيرة لضمان وصول إذاعتنا إلى جميع بلدان الشرق الأدنى. والواقع أن الراديو قد احتل من المجتمع مكانا لا يقل خطرا عن مكان الجرائد اليومية. ولا يغرب عن أذهان حضراتكم أنه الوسيلة الوحيدة لحمل أحدث الأخبار إلى سكان الجهات النائية. ونحن بإذاعتنا هذه إنما نحقق تلك الغاية، ونقدم لكم صورة كاملة دقيقة عن أهم الحوادث العالمية يوما بيوم. وسنجعل نصب أعيننا موافاة حضرات مستمعين في الشرق الأدنى بالأخبار الخاصة التي تتعلق ببلادهم مباشرة. صوت الإذاعي كمال سرور معلنا انطلاق الخدمة العربية في هيئة الإذاعة البريطانية. ومن المعروف